اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض كحك العيد. هنعمله على الساخن، علشان الطريقة اللي هي على الساخن بيقعد معاكي فترة كبيرة، انما اللي هو على البارد يعني بالكتير شهر، اكتر من كده طعمه بيتغير. لو انت هتعملي كمية هتقعد عندك فترة كبيرة، مثلا شهر او شهرين، فتعمليه على الساخن هيكون افضل يعني واحسن. اول حاجة هنبدأ بيه العجوة. كان معانا بلح اللي هو العجوة الطري شوية، فصصناه، شلنا منه النوى، وبعدين حطينا زي ربع كوباية كده من السمنة البلدي او الزبدة البلدي. وبعدين بايديكي بقى كده ايه تفضلي بقى ايه يعني يعني تخلطي السمنة مع العجوة كويس جدا. انا صراحة تعبت، يعني دراعي وايديا وجعتني، فجبت الكبة، قلنا ايه نجرب فيها اللي احنا نفرم. فجبنا الكب بقى نفرم فيها العجوة بتاعتنا. إيه، سهلتها صراحة عليا، لان انا ايدي بتوجعني جدا، يعني لو انا فضلت ماسكة حاجة او حتى لو مسكت سكينة اللي انا اقطع مثلا اي خضرة او اي حاجة كتير، فايديا بتخدل ومش بعرف اللي انا ايه يعني امسكها اكتر من كده. فاسهل حاجة اللي انا حطيتها في الكب. لو انت مش عندك فتعمليها بايديك، هتتعمل برضو، مش مفيهاش اي مشكله. وبعدين بقى جبنا العجوه هنقطعها حتت صغيره كده ونكورها، نعملها على قد الكحكه اللي انت هتعمليه. كده خلصنا العجوه بتاعتنا كلها تماما. تعالي بقى اقولك على المقادير بتاعه الكحك. انا هقول على مقادير كيلو واحد من الدقيق. كيلو الدقيق بياخد معلقتين كبار من السمسم، و550 جرام من الزبدة، و60 جرام من السكر. ان شاء الله باذن الله هسيب لكم كل المقادير دي في صندوق الوصف. طبعا حطيت السكر والسمسم وهنقلب كويس جدا. الكحك ده انا هاخد خميره مش فوريه، خميره اللي هي الخميره البيره، بتيجي من عند اي فرن مثلا او اي مخبز يعني، هتلاقيه عنده الخميره دي. ف وجايبه لبن طبعا، لو عايزه تحطي ميه فمفيش اي مشكله. السمنة طبعا تكوني مخليها بتغلي على البوتاجاز او تقدحيها زي ما الناس بتقول كده. بس طبعا وهي سخنة نزلنا بيها كده على الدقيق والسكر والسمسم. بعد ما قلبناهم كويس، مش هحط بيكنج باودر، احنا هنحط خميرة هتبقى كافية اللي هي تخلي الكحكاية معايا يكون الارتفاع بتاعها كويس، وكمان هتخمر معانا كويس جدا. بس هنبدأ بقى طبعا بعد ما اقلبها شوية كده بأي حاجة، علشان بس بتكون لسه سخنة. هنبدأ بقى اللي احنا ايه نبس فيه الكحك بتاعنا. بس بقى فيه كتير جدا، يعني ممكن تقعدي ربع ساعة لو هي كمية يعني كبيرة. هتقعدي يعني فترة تقعدي تبسي فيها عشان تاخدي كحكية تكون ناعمة كده ومبسبسة كده تكون جميلة. إيه، احنا بنعمل الكحك على الساخن ليه؟ لان الكحك ده لو انت هتعملي كمية صغيرة مثلا هتكفيكي بالظبط مش اكتر من شهر، فاعمليه على البارد. لو انت هتعملي كمية كبيرة هتقعد معاكي ازيد من شهر، مثلا شهرين او ثلاثة، فلازم تعمليها على الساخن. لان الكحك اللي هو على البارد لو قعد اكتر من شهر طعمه بيتغير، انما الكحك اللي على الساخن بيقعد معاكي كذا شهر مش بيتغير الطعم بتاعه نهائي خالص. طبعا بعد ما كل كيلو من الدقيق بياخد من نص كوباية لكوباية الا ربع من الحليب، على حسب نوع الدقيق اللي معاكي. هتختبريها ازاي؟ هتاخدي قطعة من العجينة كده وتشكليها، لو تلاقيتيها مشققة فكده هتكون لسه محتاجة يعني حاجات بسيطة من الحليب او المية، ايا كان اللي انتي بتعملي بيه يعني. في ناس بتستعمل السوائل دي بتبقى مية مش لبن او مش حليب يعني، فحرية شخصية مفيش اي مشكلة خالص. الاتنين واحد على فكرة، مفيش اي فرق. طبعا الحليب كنا مدوبين فيه ال- الخميرة، وحاطين طبعا الخميرة لازم تنزل فيه مية او حليب يكون دافي، ما يكونش ساقع وما يكونش ساخن قوي، تكون دافية تقدري اللي انت تحطي ايديكي فيها. بس بعد ما تبسيها كويس جدا،
بالسمنة أو الزبدة يعني، وبعدين تنزلي بيه السوايل بتاعتِك. أول ما تنزلي بيه السوايل هتبدئي اللي أنتِ تلمّي في الكحك بس، مش هتفضلي اللي أنتِ تعجني، تلمّي بس. هنا كنت باورّيكم لمّا تيجي تشتري مثلًا اللي هو المنقاش ده، تجيبيه اللي هو بُصّي تقفليه على بعضه كده، تكون السنون جنب بعضها، يعني قافلة على بعضها، ما يكونش فيه السنون ده بعيد عن التاني أو كده، لأ تكون كلّها متساوية. يعني اللي هي السنون من الناحية دي والناحية دي تقفل على بعضها كده، تكون الاتنين قصاد بعض ومتساويين. هو ده المنقاش اللي ينقش لِك مثلًا الكحكاية بتاعتِك تطلع مضبوطة. بس هناخد قطعة من العجينة، وبعدين يعني بتكوريها شوية كده في إيديكِ، وبعدين بنحط العجوة بتاعتنا اللي إحنا كنا عاملينها في الأول، بتبقى كل قطعة على قد الكحكاية بالضبط، علشان نسهّل بس علينا الوقت. بدل ما تجيبي مثلًا العجوة زي ما هي قدامِك كده تفضلي تقطّعي بقى حتّة، حتّة والكلام ده، فإحنا بنقطّعها على قد الكحكاية بالضبط. هنا كنت باقول لكم شايفين يعني اللي هي مش بتشقّق معايا حتى لو أنا عملتها البصّامة دي أو المكبس بتاع الكحك ده، أهم حاجة بس تمشوا بنفس الخطوات دي هيطلع معاكم الكحك طعمه جميل جدًا، والسُكّر بتاعه مناسب جدًا. أهم حاجة في الكحك اللي أنتِ تبسيه كويس، وتكوني حاطة المقدار يعني بنفس الطريقة اللي أنا عاملاها دي، هتاخدي كحكاية بقى تحفة جدًا. بس هنا هنشكِّل الكحكاية أهو، زي ما أنتم شايفين كده، وهتدخل الفرن برضه هنسيبها الأول تخمر. يعني إحنا كنا عاملينها الصبح فسيبناها لحد بعد ما فطرنا. وبعدين بدأنا اللي إحنا نسوي في الكحك لحد ما اختمر كويس. أهو كده بدأت اللي أنا إيه خلاص هادخّله الفرن، شايفين بقى اختمر معانا، ارتفع شوية. هندخّله بقى الفرن على درجة حرارة تكون متوسطة، ما تكونش عالية أوي، علشان ما تحرقليش الكحك من تحت ومن فوق، وتكون لسه عجينة من جوّه أو ما استوِتش من جوّه يعني. فدرجة الحرارة تكون متوسطة مش عالية أوي زي ما أنتم شايفين كده، ومشغّلين الفرن من تحت برضه. بدأ اللي هو إيه هيرتفع معانا شوية في الفرن، بس هيحتفظ بيه الشكل بتاعه والنقشة بتاعتها بتاعة الكحك مش هتروح من عليه ولا أي حاجة خالص. بصوا نفس الشكل أهو والنقشة اللي احنا كنا عاملينها على الكحكية زي ما هي. بس هوريكم بقى أنا دلوقتي الكحك طبعا بعد ما بيطلع من الفرن بنسيبه يتهوى شوية، وبعد كده بنحط فيه السبت أو كرتونة أو أيا كان العلبة اللي انتي هتحتفظي بيها يعني. بس أهم حاجة تكوني حاطة فيها ورقة زبدة، وبعدين تغطي الكحك بتاعك برضو من فوق كده بورقة زبدة وتحافظي عليه، وكده هيعيش معاكي كذا شهر، علشان هو على الساخن مش هيتغير طعمه، مش هيحصل فيه أي حاجة خالص. إن شاء الله بإذن الله لو جربتوها بنفس الطريقة دي هيعجبكم جدا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ أبرار. أسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.